تخيل معايا كده ابن بيحاول ينقذ ابوه، بس الحاجة اللي فتحها علشان ينقذه هي نفسها اللي بتكون سبب موته. القصة هنا مش بس انتقام، دي نار لما بتولع ما بتحرقش العدو بس، دي كمان بتاكل اللي جواك حتة حتة. النهاردة هنتكلم عن واحد من أجرأ وأرعب أفلام السينما الكورية، فيلم I Saw the Devil، وقصة انتقام ما فيهاش رحمة خالص. قصة بتبدأ بالليل، طريق فاضي تماما مفيش فيه حد، وعربية بيضة واقفة لوحدها. جوه العربية بنت اسمها جويون. الدنيا تلج والجو ساقع جدا، وهي بتكلم خطيبها سوهيون في التليفون. وسوهيون ده بيبقى عميل سري وشغله دايما واخد كل وقته. تقول له ان الكاوتش فرقع منها وان هي كلمت وينش بس هيتأخر بسبب التلج شوية، وهو بيفضل يقول لها اقفلي على نفسك كويس وما تفتحيش لحد مهما حصل. ولكن فجأة اتوبيس مدرسة اصفر بيقف جنبها، وبينزل منه راجل شكله عادي جدا اسمه كيون غتشول. بس في الحقيقة الراجل ده مش طبيعي خالص، ده قاتل متسلسل، واحد مفيش جوه اي رحمة. قرب من العربية وبيخبط على الإزاز وبيقول لها أصلح لك الكاوتش، ولكن هي بترفض وبتقوله إن هي مستنية ونش، بس هو ما بيمشيش، بيفضل يلف حوالين العربية بطريقة تخوف أي حد. سوهيون لسه على التليفون وبيحاول يحذرها وبيقول لها ما تثقيش في حد، بس فجأة كل حاجة بتتقلب. الراجل بيطلع شاكوش وبيضرب الإزاز بكل قوته. جونيون بتصرخ والتليفون بيفصل منها. كيون غتشول بيفقدها الوعي وبيجرها على الأتوبيس وبيمشي وبياخدها لمكان معزول شبه كده ورشة قديمة. ولما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة وهو بيجهز أدواته كأنه داخل يتبع حيوان، وهي بتقعد تبكي وبتعيط وبتترجاه وبتقوله ان هي حامل وفي طفل جواها، بس ولكنها قالت حاجة ببرود غريب بيقول لها مش فارق معايا، وبوحشية بيقتلها وبيقطع جسمها حتت صغيرة. تاني يوم الصبح بقى الشرطة بتلاقي كيس بلاستيك على النهر جوه راس جويون. المشهد ده كفيل يكسر اي حد. ابوها وهو ضابط شرطة متقاعد بينهار تماما. سوهيون بيتصل وبيوصل للمكان وبيبقى واقف مصدوم مش قادر يستوعب ايه اللي حصل. بس الغريب مفيش دموع، في حاجة تانية في عينه، في نار مستعدة تولع في اي حاجة. وبيقسم وبياخد عهد على نفسه ان اللي عمل كده مش هيموت بسهولة، لا ده هيدوقه ألم يخلي الموت نفسه رحمة. بياخد اجازة من شغله اسبوعين، بس مش علشان يرتاح، علشان ينتقم بطريقته الخاصة. بيبدأ يجمع بيانات المشتبه فيهم وبيحضر جهاز صغير، كبسولة كده فيها GPS ومايك علشان يتكل ويشوف هيعمل ايه. خطة غريبة جدا، مش عايز يمسك القاتل ده، عايز يعذبه حتة حتة. بيبدأ يلف بقى على المشتبه فيهم ويضرب ويحقق ويدور بجنون لحد ما بيوصل لاسم واحد اسمه كيون غتشول. بيروح بيته ما يلاقيهوش، بس بيلاقي ابنه اللي أصلا بيكرهه. وأثناء التفتيش بيلاقي خاتم جويون، وهنا بيتأكد 100% إن هو ده القاتل. على الناحية التانية بقى كيون غتشول لسه بيكمل جرائمه، واقف بعربيته وركب بنت معاه والنية واضحة جدا. بس قبل ما يعمل أي حاجة سوهيون بيوصل، بيدخل عليه بهدوء، وكيون غتشول بيفتكره راجل عادي. غلط كبير، سوهيون بيبدأ يضربه ضرب مش طبيعي وبيكسر ايده وبيفشخه لحد ما يبقى نص ميت. وهنا المفاجأة، ما بيقتلوش، لا بيحط الكبسولة ببقه وبيجبره يبلعها وبالبساطة بيمشي. الخطة كانت ايه؟ اصطاده وبعدين بيسيبه، هو عايزه يعيش بس يعيش مرعوب ومتراقب وكل شوية يتعذب من جديد. كيون غتشول بيفوق وبيبقى متألم ومش فاهم حصل ايه، وبيغضب وبيركب تاكسي، وجوه التاكسي في السواق وشخص تاني، والموضوع لسه هيبدأ بجد. بيركب التاكسي، بس المفاجأة الشخصين اللي جوه مش ناس عاديين خالص، دول مجرمين زيه بالظبط. كيون غتشول اصلا متعور وغضبان، وفجأة بينفجر عليهم، بتتحول العربية لساحة دم. خلال لحظات بيقتل الاتنين بمنتهى الوحشية. بيبقى سوهيون سامع كل حاجة من خلال المايك، وأول ما الجريمة بتخلص بيتحرك فوراً على المكان. كيون غتشول بياخد التاكسي وبيروح على العيادة علشان يعالج نفسه، وهناك بيرعب الدكتور والممرضة، وبعد ما بيتعالج بيحاول يتعدى على الممرضة وبيجبرها تقلع هدومها علشان يعتدي عليها. وقبل ما يعمل أي حاجة سوهيون بيوصل وبيمسكه تاني، بس المرة دي بيبقى الموضوع مختلف تماماً. سوهيون بيقطع له عرقه برجله علشان ما يعرفش يجري تاني، وبيضربه بطفاية حريق لحد ما بيسيبه نص ميت، بس برضه ما بيقتلوش.
سو هيون مش عايز يخلص عليه وخلاص، هو عايز يحسسه انه ما بقاش الصياد، هو بقى الفريسة بالمعنى الحرفي تماما. هو حسس ان هو العروسة. كيون غيت شول بدأ يتجنن، مش فاهم ازاي بيلاقي كل مرة وبيفتكر ان الشرطة وراه، بس الاسلوب ده مش اسلوبهم. الغضب بيزيد والشك كمان بيزيد، وبيروح لواحد صاحبه قديم مجرم زيه بالظبط بل أسوأ منه، ده اكل لحوم بشر، وبيقعدوا سوا وبيفكروا ازاي هيقتلوا سو هيون. بس المشكلة سو هيون سمع كل كلمة بتتقال وبيوصل لهم، والمرة دي الاتنين بيهجموا عليه بس مفيش فايدة. سو هيون بيضربهم بلا رحم، بيكسر ايد كيون غيت شول تاني وبيقول له دي لسه البداية. وهنا القصة بتاخد منحنى خطير جدا. كيون غيت شول رغم جنانه بس مش غبي، بيبدأ يفكر ازاي بيلاقي كل مرة وهو في الحمام بيحس ان هو عايز يرجع، بيشك ان في حاجة جواه وبياخد مليم، وبالفعل بيطلع الكبسولة وبيمسكها وبيبص عليها وبيضحك ضحكة مرعبة مليانة انتقام، وبيفهم كل حاجة. سو هيون كان بيراقبه وسمع كل حاجة، ودلوقتي كيون غيت شول مش فريسة وخلاص، رجع صياد. بدل ما يرمي الكبسولة بيخدع سو هيون وبيخليه فاكر ان هو لسه في نفس المكان، وبيبدأ يدور على سو هيون. ولما بيعرف انه خطيب جويون بيقرر يضربه في اكتر نقطة بتوجعه، الا وهي عيلته. بيتسلل لبيت ابو جويون، الراجل العجوز بيبقى قاعد لوحده يحاول يقاوم، بس قدام الوحش ده بيقع وبيتصاب إصابات خطيرة جدا. وبعدين بيستنى أخت جيون، وأول ما بترجع بيمسكها هي كمان. سو هيون بيلاحظ إن التتبع بقى غلط وبيتوتر، وبيفهم إن كيون غيت شول كشف الخطة. وفجأة التليفون بيرن، كيون غيت شول بيضحك وبيقول له انت استهنت بيا وفاكر نفسك كسبت، ودلوقتي هتعرف يعني ايه ألم بجد. كيون غيت شول بيهرب وبيقرر يسلم نفسه للشرطة. ليه؟ علشان يعيش، ولو دخل السجن سو هيون مش هيقدر يلمسه. سو هيون بيفهم اللعب، بيسوق بأقصى سرعة وبيعترض طريقه قبل الاسم بلحظات، وبيخطفه وبيختفي وبيرجع لنفس المكان ونفس الورشة اللي بدأ فيها الكابوس. بيربطه على كرسي، بس المفاجأة كيون غيت شول مش خايف، بيضحك وبيقول له حتى لو قتلتني انا مش بحس بحاجه، انت اللي خسران لانك بقيت زيي. سو هيون ساكت بس فاهم حاجه مهمه، الالم الجسدي مش كفايه لشيطان زيه، لازم يكسر روحه. بيقول له هموتك بس لما تخاف بجد، لما ترتعش. بيجهز فخ مرعب آلة شبه المقصلة، بيربطه كويس وبيحط شفرة تقيلة فوق رقبته. الشفرة مربوطة بحبل والحبل مربوط في الباب. أول ما الباب يفتح الشفرة تنزل على راسه وتفصل راسه عن جسمه. بيحط حاجة ببقه علشان ما يتكلمش وبيسيبه مستني نهايته بإيده. كيون غيت شول مش قادر يعمل حاجة، مكبل ومكمم ومفيش غير صوت واحد بس طالع منه، ألا وهو الصراخ. سو هيون بيسيبه وبيمشي بهدوء، بس قبل ما بيمشي بيتصل بابن كيون غيت شول ووالده ووالدته الكبار، وبيقول لهم ان ابنهم موجود في مكان كذا وحالته صعبة جدا. بيبص للحبل المربوط في الباب ومستني، وفجأة صوت عربية بره. اهله وصلوا، ابنه وامه وابوه جايين ينقذوه. بيحاول يصرخ، بيحاول يمنعهم، بس مفيش اي صوت طالع منه غير انين مكتوم محدش سمعه. الابن بيمسك المقبض وبيفتح الباب، وفي نفس اللحظة الحبل بيتشد، الشفرة بتنزل بسرعة وضربة واحدة بس بتفصل راس كيون غيت شول. كاميرا بتروح لسو هيون، بيبقى ماشي لوحده في الطريق بعيد خالص عن كل حاجة، حاطط سماعات في ودنه وبيسمع صرخات العيلة. وأول ما بيسمع الصريخ بيفهم إن كل حاجة خلص، كيون غيت شول مات. السؤال المهم بقى، هل سو هيون ارتاح؟ الإجابة لأ. وهنا بتنتهي واحدة من أقصى قصص الانتقام في السينما، فيلم I Saw the Devil. الفيلم ده بيقول لك حاجة واحدة بس، لو هتحارب شيطان خلي بالك لحسن تبقى زيه. لو القصة أثرت فيك وحسيت بالألم اللي سو هيون عاشه، اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوف قصص أقوى جاية. بس كده، ونشوفكم في فيديو جديد.